في حاجه تانية، يا ريت وانا بتكلم في التليفون ما الاقيش حد بيزن ويرغي فوق دماغي، يعني اتكلم في التليفون براحتي. ممكن ممكن هاي. بس تعرفي يعني هو مفيش مشكله لو انت معاكي تليفون وانا بسالك على حاجه، يعني تقولي اللي معاكي معلش ثانيه واحده، وتروحي مجاوباني تقولي لي على اللي انا بدور عليه فين، وده هياخد نفس الوقت اللي بتقولي لي فيه معايا تليفون يا هشام. صح؟ صح. لا ما فيهاش حاجه، دي تبقى حاجه لطيفه. بس عارف ايه كمان لطيف؟ يعني اذا ربنا اراد لنا ان احنا نخلف تاني وانت بتاخدني المستشفى عشان اولد، يا ريت تركبني العربيه بسرعه وكده، يعني بلاش تضيع وقت تدور على المجله اللي عاوز تقراها وانت تستناني. ماشي؟ معاك حق. اوكي طيب اتفقنا. شفتك على فكره، شفتك. ايه؟ قلت لي يا عبيط دلوقتي صح؟ لا ما قلتش. لا قلتيها بس بعينيكي. انا عارف قلبة العين دي كويس وانا هتوه عنك. مش هعمل تاني. لا على فكره المره دي انا كنت عادي بجد؟ والله. خلاص مصدقك. شفتك على فكرة. دودة حبيبتي. حبي ميرسي خالص انك هتودي الهدوم الجماعيه بكره. على ايه يا حبيبتي؟ انا اللي ميرسي ليك ان انا هشاركك الثواب ده. دي فكرة التبرع دي عمرها ما خطرت على بال حد في عيلتنا. ايوه هو ده. يا سلام، انت مش متخيل احساسي دلوقتي عامل ازاي. بتساعدني وتشاركني. لطيف. لطيف قوي. لطيف ان الواحد يبقى لطيف كده. مش كده؟ تحب اجهز لك الاكل؟ يا ريت. حبي انا كنت محتاجاك تحط الهدوم بقى في اكياس عشان يبقوا جاهزين لبكره. ممكن؟ ممكن طبعا. ميرسي. اكيد. هو في اكل ايه النهارده؟ سمك مقلي. سمك. انا مبسوط جدا يا حبيبتي، مبسوط ان انت هتعملي لنا سمك تاني. عارفه السمك المشوي بتاع امبارح كان هايل، كان تحفه، لدرجه ان انا كنت عايز اسالك يا ترى هنعمل سمك امتى تاني؟ ماشي يا هشام، يعني بص عادي لو مش عاوز تاكل سمك تاني النهارده ولا يهمك. تحب اعمل لك ايه بداله؟ بجد؟ اي حاجه غير السمك، اي حاجه. اوكي كمان. لطيف قوي اللي احنا فيه ده، لطيف. انتوا بتتبرعوا بهدوم، خدي الهدوم دي. يا كل ده؟ خديها كلها. بابا كان عايز يبيعهم بس ما عرفش. يا ما بتتفرجش على الماتش ليه؟ ماتش ايه؟ انت مش عندك القمر الاوروبي؟ اكيد فيه اي حد في اي بلد بيشوط اي كوره. استني يا حبيبتي، استني عنك روحي تشوفي وراكي ايه، ولو احتجتي اي حاجه ندعي عليا. ميرسي، ربنا يخليك ليا يا رب. ما تحرمنيش منك ابدا. وفي ايه؟ ولا انت تضحك على مين؟ لو احتجت اي حاجه ندعي عليا. ركبتك. خليل، انت خدت كل هدومي. فين هدومي؟ اهم يا ماما، اهم. اتفضل. انت ما بتستعمليش الحاجات دي. قلت اتبرع لك بيهم واكفر عن سيئاتك. بس عليك يا خليل، ده فستان قراية فتحتنا، انا بحب الفستان ده قوي. انا كل ما بشوفه قدامي في الدولاب بتغم. عشان انت ما بتقدرش، ده انا كنت فيه زي القمر. يوم الخديعة. خد يا هشام. ايه ده؟ برتقال. ده ليا انا؟ عارف بطبخ لك ايه؟ ايه؟ مكرونه باللحمه المفرومه.
انا متشكر قوي يا حبيبه قلبي. تسلم لي يا حبي. حبي حبي حلوه. احنا ممكن نفهم ايه اللي بيحصل بالظبط؟ وهو ايه اللي بيحصل؟ عادي، احنا بنحاول نبقى لطاف مع بعض. لطاف؟ انا حاولت ابقى لطيف مره قبل كده، صدعت. زي اللي حصل لك يوم ما حاولت تبقى ذكي. يا جماعة احنا فعلا ممكن نبقى لطاف مع بعض. لو الواحد مش هيبقى لطيف مع اهله وعيلته، يبقى لطيف مع مين بس؟ تمام، مظبوط، دينا عندها حق، لازم الواحد يبقى لطيف. انا شخصيا بحاول دايما ابقى لطيفة، ده مبدئي في الحياة. بس المبدأ ده بقى غير مبدأك في الكلام. ظريف. على فكرة اللطف ده ما بيبانش بس في الكلام، ده بيبان اكتر في السكوت. انا ليا صحبات طول الوقت ينكفوا في مراتات ولادهم، حموات بقى حموات. لكن انا لا، انا بمسك لساني كويس قوي مهما حصل. مش كده برضو يا دينا يا حلوة؟ كده يا طنط. الكلام الفارغ اللي انتوا بتقولوه ده، انتوا كده بتلعبوا بالنار. بني ادم لازم يبخ غيظه في الناس اللي عايشين معاه في البيت. لو ما عملش كده هيبخ في حد غريب، والغريب مش هيستحمل، هيلطشك بالقلم، هتلطشه بالقلم، هتطلع مضه، هيطلع لك عبد غزال، وتبقى فوضى. الزوجة الصالحة لازم تبقى سفنجة تمتص الشر اللي جوه جوزها. الجملة دي قالها لي يوم ما اتجوزنا، ومن يومها وانا سفنجة. طيب يا جماعه، يعني مش عارف اقول لكم ايه بصراحه، بس انا متشكر جدا على الدروس المستفاده من الكلام ده. خليل، ايه الفضايح دي؟ بتتبرع للغلابة بمايو، وازاي تخلي حد غريب يتفرج على المايو بتاع مراتك؟ مايو؟ والغريب ده لو شاف صاحبته مش هيطيق البحر طول عمره. مش معنى انت طايقه، الله يرحم زمان. ايه، انا بقالي سنين ما لبستش مايوهات. طب يا جماعة أنا بس يعني ما كنتش حابب أحشر نفسي في موضوع اللطافة ده، بس أظن إن بابا عنده حق. لا يا عصام، ما تقوليش انك بتفكر زي انكل. لا استني للآخر كده، خدي بالك دي لطافة زايدة عن حدها. لا مش زايدة عن حدها، احنا مش كده خالص. طب اسمعي مني أنا، اشتري من واحد اللطافة وصلته للطلاق. كنت طول عمري لطيف، كنت آخر لطافة مع مروة، كل يوم لطيف. حتى يوم ما لمت هدومها قالت لي طلقني، طلقتها بكل لطف، شلت لها الشنطه لحد العربيه ووصلتها، ولحد النهارده ببعت لها رسائل على الموبايل اقول لها كل سنه وانت طيبه في كل مناسبه. استفدت انا ايه بقى من اللطافه دي كلها؟ قولون عصبي. انا نصحتكم وامري لله. السلام عليكم. سلام. حبي، انت طبعا مش مقتنع خالص بالكلام ده. دي حاله مريضه. الحمد لله ان انا خفيت. قولي لي يا حبي كده. حبي هات طبقك. اتفضلي. لا كفايه. بالهنا والشفا حبي. تسلم ايدك يا روح قلبي. ايه ده، معقوله؟ وعصير برتقال تاني؟ لا ده كتير عليا قوي، كتير. عاوز زيتون؟ لا ها ايه رايك؟ ممكن زيتون؟ ماشي، بس غيرتي رايك ليه يعني؟ لا عادي. المكرونه دي عليها حاجه غريبه، انت حاطه حاجه جديده عليها؟ اخدت بالك؟
حطيت عليها كزبره ناشفه وانا بعمل الصلصه. قلت اهو تغيير يعني اجرب. عجبتك؟ مبسوط قوي ان انت يعني بتعملي طرق جديده للاكل. وده بقى اسمه ايه اللي بتعمله ده؟ لطف. بحاول اكون لطيف. لا ده مش لطف، ده تمثيل اللطف على طريقه كوثر. لا لا يا حبيبتي خلي بالك، اللي انت بتقوليه ده ممكن يكون مش لطيف. حبيبي اللطف يعني مش معناته انك تيجي على نفسك، عادي قول المكرونه مش عاجباك، انا مش هزعل على فكره. يعني مش هتزعلي لو قلتلك ان الاكل ده وحش؟ لا عادي. ايه بقى اكل وحش؟ انا ما قلتش انه وحش، انا سألتك مش هتزعلي لو قلت انه وحش؟ صح؟ يا هشام بطل لف ودوران، يعني قول لي عادي ما يجراش حاجه، يعني عرفني ان اكلي ما يتبلعش. لا 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 لا، ده كده بقى مش حكايه مكرونه، انت بتعمليني السفنجه بتاعتك عشان امتص بيها شرك. وافرض حتى لو بعمل كده، بص بقى انا كنت لطيفه، عملت لك سمك، ما حبيتش السمك، عملت لك مكرونه مخصوص، برضه مش عاجباك. انا ما قلتش انها مش عجباني. انا بحاول اكون لطيف، بصي. لا كده بتمثل انك لطيف. وايه الفرق بقى؟ بصي يا حبيبتي، تعالي ننسى، انسي مفيش مشكله، انا هاكل المكرونه. لا خلاص ما تاكلش. لا 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 لا، انت عملتها لي مخصوص وانا لازم اكلها. اوكي بس خليك فاكر انك كده لطيف زي عصام، يعني لو جالك قولون عصبي مش السبب المكرونه. اكيد طبعا مش السبب المكرونه، انت عملتي المكرونه حبيبه قلبي وانا بحبها وجميله وانا مقدر كل ده، يعني خلاص بقى خلصنا. دينا، تعالي نتفق على حاجة. أنا مش هاكل مكرونة، وأنت قولي لي يا عبيط. موافقه. عبيط. الحمد لله على السلامة يا راس عيني. وحشتيني قوي. يا كنت فين؟ أنا هستناكي في أوضتنا بقى، ماشي؟ ماشي. جاية وراك حالا.